ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه تامر حسني الجديده من البوم هرمون السعاده، اغنيه مش هتغير عشان حد. لسه نازله كده بقالها حبه حلوين، يلا بينا. اغنيه تامر حسني الجديده اغنيه مش هتغير عشان حد، هي من البوم هرمون السعاده الجديد. الاغنيه من كلمات والحان تامر حسني نفسه، ومن توزيع علي فتح الله. انا شايف ان هي اغنيه موضوعها مش متكرر كتير، شايف ان تامر عامل هنا موضوع حلو، شايف فيه اختلاف شويه من حيث الموضوع. بالنسبه لي الكلمات كانت بسيطه جدا، يعني الكلمات كانت كويسه، وكان في قافيه حلوه جدا من تامر. وتامر من زمان جدا شاطر ان هو دايما بيعرف يطلع كلمات والحان مناسبين لبعض، وبيعملوا جو حلو في معظم الاغاني بتاعته من زمان جدا، من اول ما بدا. كلماتها كانت المفروض تزيد شويه. شايف ان الكلمات يا دوب كانت حاجه بسيطه جدا، حتى يا جماعه الاغنيه مدتها 3 دقايق بالظبط. فبالنسبه لي دي حاجه عيب من تامر، ان هو المفروض يطول شويه في مده الاغنيه، مش بزياده، بس على الاقل اسمع اغنيه 4 دقايق ونص، 4 دقايق لكن مش 3 دقايق بالظبط. حاسس ان الاغنيه كان وقتها قصير قوي، ان هي تزيد شويه كوقت. المفروض يكون فيها كوبليه تاني على الاقل. يعني شايف ان تامر برضه في حيث الكلمات ما اشتغلش عليها بشكل قوي، ان هو يعمل كوبليه تاني او يزود الكلمات شويه في الاغنيه. شايف ان تامر يشتغل شويه على الحته دي، لان تامر شاعر شاطر، بيعرف يكتب اغنيه وكمان بيطلعها بلحن كويس. بالنسبه لي كان من اقوى العناصر في الاغنيه كان الالحان والتوزيع. الالحان كانت قويه جدا من تامر حسني، عامل لحن متعوب عليه، اللحن كان قوي من تامر، وكمان طبقات الصوت بتاع تامر دايما كانت بتطلع في حتت معينه، وكانت بتنزل في حتت برضو لايقه جدا مع الكلمات اللي هو بيقولها. عارف يوصل لي الحاله اللي هو عاوز يوصلها لاي مستمع، ان هو يطلعك مبسوط من الاغنيه. بالنسبه لي تامر او طبقات صوته، او ان هو يوصلني الاحساس، نفس الموضوع اللي هو كان عاوز يوصله لي ويقدمه لي في الاغنيه، انا كنت حاسس بيه جدا وكنت مبسوط بيه قوي. وانا من الناس اللي بتحب تامر جدا، وانا من فانز تامر حسني، وكل الناس اللي عندي عارفه كده. وكمان بحب استنى كل شغله الجديد. يعني انا اول ما عرفت ان في ألبوم لتامر وابتدى ينزل منه اغاني، انا كنت مبسوط، بس عايز اشوف برضه حاجه بمستوى احسن من كده. شايف ان تامر يطلع شغل اقوى من كده كمان. تامر فيه لسه عنده كتير، وانا شايف ان الاغاني اللي جايه هتبقى اقوى. لغايه دلوقتي اقوى اغنيه سمعتها هي هرمون السعاده، بعد كده ممكن تكون مش هتغير عشان حد. انما بالنسبه لي اغنيه تاج اللي هي بتاعت فيلم تاج اللي انا عملت لكم عليها ريفيو، انا بالنسبه لي شايف ان دي من ضمن السيئات. اللي هو انت ليه تحط اغنيه في الاحداث بتاعت الفيلم وهي اصلا اغنيه مش اغنيه قوي بالنسبه لي. شايف ان هي كانت بسيطه، كان اقوى حاجه فيها التوزيع، كان في توزيع فعلا متعوب عليه جدا. انما الاغنيه ما تتحطش من ضمن الالبوم بتاع الصيف. يعني ليه تعمل كده وانت ممكن تحط اغاني اقوى من كده بكتير؟ انا شايف ان هو يشيل الاغنيه دي ويحطها في ضمن احداث الفيلم، يتوقف على كده بس ما يحطهاش في الالبوم. بالنسبه لي التوزيع كان من التوزيعات الجامده جدا. علي فتح الله من الناس اللي بتعرف دايما تعمل ميكس ما بين المقسوم وما بين التوزيع اللي هو الغربي، اللي هو يعرف يطلعك تبقى مبسوط بين التوزيع الهوس وبين التوزيع المقسوم اللي يرقص. فهو عمله حلو جدا في الاغنيه. لكن بالنسبه لي ان علي فتح الله تقريبا اكتريه اغانيه بقت ماشيه على نفس الريتم. بقيت بحس ان علي فتح الله دايما بيعمل التوزيع ما بين المقسوم وما بين الهوس. انا شايف برضو ان دي ممكن تزهق الناس شويه، والاغاني اللي بالشكل ده انتشرت جدا الفتره اللي فاتت. فانا عايز شغل يكون فيه تميز اكتر من كده مع علي فتح الله، لان دلوقتي اي اغنيه اجي اسمعها مع علي فتح الله من قبل ما ادخل حتى على الاغنيه ببقى عارف ان هي اكيد هتبقى فيها توزيع يرقص وما بين ميكس تاني معمول هاوس. هي تطلع حلوه ويعملها حلو جدا. علي فتح الله من الموزعين الكبار. اتمنى ان انت دايما تنوع شويه في الشغل، دايما احس ان انا بسمع حاجه مختلفه، مش كل مره احس ان التوزيع ده قريب من شغل قديم انت بتعمله. انا عايز اشوف شغل افضل من كده. بالنسبه لي برضه توزيع كنت مبسوط منه، يعني ما كنتش متضايق، بس انا متضايق ان الطريقه بقت متكرره. عايز اشوف حاجه مختلفه شويه مع علي فتح الله الفتره اللي جايه. بالنسبه لي الاغنيه بشكل عام هي اغنيه من الاغاني القويه لتامر حسني اللي ممكن تعيش له لسنين كتيره. اغنيه مش هتتنسي. بالنسبه لي اقوى حاجه فيها كانت الالحان والتوزيع. الكلمات كانت كويسه بس كانت عايزه شغل اكتر من كده. يعني تامر اشتغل عليها كلحن بطريقه خرافيه، يعني اللحن كان متعوب عليه قوي وكان باين.
وكان في كمان صوته في الطبقات يا جماعه كان فظيع. حته الكلمات شايف ان هو كان محتاج يشتغل عليها اكتر شويه، المفروض يكون فيها كوبليه تاني على الاقل مش الكوبليه ده بس. الاغنيه كانت تقييمها 6.5 من 10. قولوا لي انتوا رايكم ايه في الكومنتات، انا عايز اعرف رايكم كلكم وتقولوا لي رايكم تحت. الاغنيه كانت عاجباكم وما كانتش قد كده؟ ده اللي كان عندي النهارده. لو انتوا لسه جديد بتشوفني اشتركوا وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في محتوى بقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم على ما تقدروا. ما تنسوش اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.